السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا شباب؟ عاملين إيه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده جاي اتكلم معاكم على احجار بروفيس ستون او حجر النبوءة. الاحجار دي حصريا بتطلع من الصحراء المصرية الغربية. الحجر ده اكتشف سنة 97 على يد واحد استرالي كان بيعمل مديتيشن، يعني كان بيتفسح في مصر وكان غرضه الاساسي بيعمل يوجا ومديتيشن، وقدر ان هو يكتشف الحجر ده. وبعد كده هو سماه بروفيس ستون لان طلع عليه بقى اساطير كتيره ان هو بيبقى ليه اثر وامباكت على الطاقات والروحانيات والعين التالتة والشاكرات. احنا طبعا ما بنشتغلش بالكلام ده ولا بنعترف بيه، لكن هو ده القصة بتاعت الحجر بالظبط. انا برضو جاي اعرفكم هو تركيبه الكيميائي والعلمي بيتكون ازاي. ده كان نتيجة اصطدام نيزك بالصحراء الغربية المصرية. مش النيزك او اتكون في ساعتها، لا، هي كانت مجرد عامل حفاز ان يبتدي مكونات العنصر ده تتكون، مكونات الحجر ده تتكون. كانت هي والاحجار دي بتسمى ليها ظاهره اللي هي السودومورف. يعني ايه؟ يعني كان في البدايه اخذ الشكل ده على مدار الاف وملايين السنين ياخد الشكل ده، وفي بدايته كان عباره عن عنصرين، عنصر الماركزيت او البيريت. وبعد كده على مدار ملايين سنين تانية اتغيرت العناصر دي لعناصر تانية اللي هي عناصر الهيماتايت والليمونايت، وفضل على نفس شكله ده. ودي حاجة يعني جدا مبهرة في تكوينه، من الأحجار النادرة الموجودة في الصحراء المصرية وموجودة عندنا. زي ما انتم شايفين بيطلع بأشكال غريبة جدا، شكله جميل جدا وليه رنة مميزة. الأحجار دي لا تنجذب للمغناطيس، لكن أشكالها مميزة جدا وشكلها غريب جدا وحكايتها جميلة جدا كمان، ومتاحة لو حد ليه خاطر فيهم هم موجودين عندنا. كانت دي هي قصة البروفيس ستون.